نتقدم بجزيل الشكر إلى الشيخ مولانا إسلام على إلقاء هذه الكلمات القيمة وعلى هذه النصيحة النافعة، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياه وأن يبارك فينا وإياه وأن يطول عمره وأن يبارك في عمره وكذلك إيانا بجميع الطلبة. وقبل أن نختتم تعالى نستفيد ما الغشاء في هذا اللقاء الكريم، بأنه قد تكلم عن أهمية اللغة العربية ومكانتها في الإسلام، أي بأن الله تعالى جعل للغة العربية مكانة مميزة وجعله مكانة خاصة في الإسلام، وجعله لغة اختارها الله سبحانه وتعالى من بين اللغات الأخرى، أي بمعنى أن الله تعالى خص اللغة العربية وجعله لغة خاصة للمسلمين ولغة مميزة للمسلمين، ولا يختار الإنجليزية ولا يختار الهولندية ولا غير ذلك من اللغات الأخرى. وأن الشيخ مولانا كذلك تكلم عن أهمية طلب العلم، وتكلم كذلك علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نشكر الله عز وجل في كل وقت وحال، بأن الله تعالى اختارنا من بين طلاب العلم، أي بأن الله اختارنا لنذهب من البيت ونروح من البيت، نخرج من البيت ندرس في هذا المعهد، ندرس القرآن وندرس الحديث وندرس اللغة العربية. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وطبعا ينبغي لنا أن نشكره ونحمده سبحانه وتعالى على امتنانه وفضله علينا. وكذلك الأستاذ مولانا تكلم كذلك عن أهمية اللغة الإنجليزية. نحن لا نجعل اللغة الإنجليزية كمثل الغربيون يتكلمون الإنجليزية، يعني لأن الإنجليزية لغة لهم، لكن نحن نتعلم الإنجليزية لأي شيء لنشر دين الإسلام، أي اللغة الإنجليزية وسيلة لنا لنشر دين الإسلام ولنشر الدعوة ولنشر التربية الإسلامية. وهذا ما أستفيد من كلام الشيخ مولانا إسلام، ونرحب بك الشيخ بهذا المعهد والجماعة، نرحب بك كل الترحيب ونشكركم مرة أخرى شكرا جزيلا وبارك الله فيكم ولنا، ونتمنى أن تكون هذه الزيارة ممتعة لكم وزيارة نافعة لنا كذلك. ونختتم بقراءة الحمزلة حتى تفرج المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية، والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والآخر قدموا وجوهكم. خلاص هي دي الثانية هي دي. Wahid, Nani, Salasa, Takbir, Takbir, Wahid, Wahid, Nani, Salasa. Kasur.